مصر الولادة بالأسماء من الملحنين والمطربين وكتاب النص التي أنجبت السيدة ومحمد عبد الوهاب وكثير من الأسماء اللي عبد الحليم لا تعد ولا تحصى. لازم تقول أول واحد بليغ حمدي. بليغ حمدي طبعا، العراب طبعا الكبير. هم مو أنا شوف أنا ضد موضوع الأول وهذا والأول والثاني، ماكو، هذا إبداع. لذلك أنا ذكرت الأسماء بدون تسلسل. ما يخالف، مو أنا مو أكو قدم يكون بليغ حمدي. أنا أحترم لا القديم عبد الوهاب. عبد الوهاب طبعا، أنا قلت عبد الوهاب. بس أكو مثلا بليغ حمدي، يعني بليغ حمدي سوى فشي، وعبد الوهاب هم سوى فشي، وصنباطي طبعا الاسامي الكبار، محمد الموجي. احنا ما نريد نبخس الناس اشياءها طبعا. بس اكو واحد ياثر بيك اكثر. من اللي ياثر بيك اكثر من بليغ حمدي. بليغ طبعا. شنو يعجبك ب بليغ حمدي؟ يعني ما اعرف، يعني حتى يشبهك، ما اعرف، يجوز اي ممكن انا يجوز انا ما اريد اصير عنصري بهاي السالفه، بس انا احب بليغ حمدي. بس عبد الوهاب يعني عملاق، صنباطي عملاق، محمد كلهم عمالقه. بس اكو ممكن يجوز الكيمياء او الابراج. شنو الصفه اللي تحسها قريبه انت بتشبهه بهاي الصفه؟ الموهبه قويه. يعني انت شلون تعرف الموهوب؟ من هو عمره بالعشر سنوات 9 سنوات تبدا الموهبه. اذا بعد ال40 تبدا الموهبه، هاي مو موهبه. حضراتكم جيل الحصار بين مطرقه سندان الحروب. انا ما احب هاي جيل الحصار، هاي يعني مع الاسف يعني جيل الحصار، لان كلش تاذينا بهذا الموضوع. طبعا اقصد على النتاجات الفنيه. وبعدتم عن الوطن العربي بنتاجاتكم. احنا شنو فقراء فنيا، فنيا وانتاجيا فقراء. يعني هذا اللي سويناه احنا بال91 او بال90 هذا كله جهد شخصي. لا دولة ساعدتنا ولا اي شيء، ما حد ساعدنا. احنا كنا نشتغل لان عندنا مبدأ وعندنا ايمان بسالفة انه احنا نريد نشتهر ونصير ونشتهر عربيا حال بهذا الفنانين. الخصوص اريد اوصل لنقطة معينة. الصوت الطربي لدى مهند محسن، ليش ما اديت اغنية مصرية في ذلك الوقت؟ احنا بنريد نوصل الى الوطن العربي، الكل غنى لمصر. نعم. من ألحانهم بلهجتهم، حتى لو لحن من ألحانك لكن باللهجة المصرية. راح أعطيك معلومة كلش مهمة. المطرب العراقي إذا يغني مصري ممكن يقدر يغني مصري. الأغنية العراقية هي من أجمل الأغاني العربية. بس احنا مشكلتنا كانت انه ماكو ترويج للاغنيه العراقيه. الاغنيه العراقيه ولذلك شوف لما انفتح الاعلام والاغنيه العراقيه فتحت، حتى اكو شبابنا الجيل الجديد وصلوا الاغنيه العراقيه بطريقه حلوه. ليش؟ لان اكو اعلام. الاغنيه العراقيه حالها حال الاغنيه المصريه بالضبط، اذا ترجع للسبعينات او للستينات. بس احنا كانت عندنا مشكله انه ترويج ماكو. المصريين طبعا خبراء بهذه القضيه، خبراء وفنانين كبار، ويعني هم يعني فنانين كبار ومروجين صح. هم اللي سبقونا به انه الاعلام مالهم كان اقوى من اعلامنا. والا العراق 10,000 سنه يعني يقدر يسوي كل شيء. وشاءت الظروف ان اكو تطور سوشيال ميديا. شوف الاغنيه وين واصله الان. العراقيه من اجمل الاغاني، كلهم يحبوها. ليش؟ لان انت يعني مثل الطفل. طفل تسمعه اغنيه يتعلم عليها، يسمعها يحفظها. فالتذوق هو تربيه. انت تتربى ببيت يسمعون شيء حلو، الطفل يصير اذنه حلوه ويتربى على هذا الذوق الحلو، ما يقدر يسمع شيء مو حلو. معنا لك في لقاء اللي هو ديو كان مع القيصر كاظم الساهر. حقيقه احنا نفرح، عندنا كاظم الساهر وعندنا مهند محسن، هذه الاسماء اللي نفتخر بيها. ذوق حقيقي، ملحنين كبار، بنيتوا نفسكم بطريقه بخطوات صحيحه وواثقه وصعبه جدا، في ظروف صعبه تنحتون بالحجر طبعا. ولذلك من غنيت لا تحرموني منه في هذا الدويتو. المراقبين العرب تابعوا صوت طربي واداء ولحظات من التجلي لا توصف.
تأملوا بعد هذه الفترة بأن يتواصل المهند محسن بأداء عربي اختفيت واخذتك الغربة. نرجع للدعم. نعم نفس الموضوع. وأنا سبق وأن قلتها بلقاءات عدة يعني. احنا ما كان عندنا دعم. ماكو دعم بس اني وكاظم وعده فنانين كبار يعني طبعا كثيره من الاسماء. احنا هذا كله جهد شخصي. المهم انت حبيبي شلونك بهاي الظروف والله يوم ما اشوفك كل شي ما اقدر اشوف. المهم انت حبيبي شلونك بهاي الظروف والله يوم ما اشوفك كل شي ما اقدر اشوف. اسمعوا